نقل حمدي للمستشفى بحالة حرجة، بكاء وانهيار ووفاء من داخل المستشفى. حمدي بيموت والسبب أخوه محمد وزوجته. تفاصيل هنشوفها النهاردة عن أول ظهور لعيلة الحاج جابر كلها وهي بتدعم حمدي. تعالوا نشوف سبب المشكلة من البداية. تعالوا نشوف ايه اللي خلى حمدي ينهار بالشكل ده، ولدرجة انه يتم نقله المستشفى وهو بحالة حرجة، وتطلع وفاء وتخرج عن صمتها وتتكلم كلام بعد صمت عدى ايام طويلة، انها تقرر انها تخرج وانها يعني تشتم محمد وتدعي عليه هو وزوجته بهذا الشكل. تفاصيل كتير هنوضحها لحضراتكم، ياريت تسمعوا الفيديو معايا للآخر. ولو مش مشتركين بقناتي بيكون شرف ليا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. في البداية تحياتي لكل متابعين حمدي ووفاء حوارات، يعني عيلة الحاج جابر كلها. طبعا كنا بنشوف العيلة دي نموذج مشرف، كنا بنشوف العيلة دي مصدر للتجمع، حتى لو هم عندهم مشاكل، لو عندهم خلافات، لو عندهم سلبيات، كنا دايما بنشوف الإيجابيات بتاعتهم والتجمع والسند والظهر لبعض وإخواتي وأحلى ناس والكلام اللي كانوا بيقولوه في الأغاني ده. ولكن صدمة كبيرة جدا إن إحنا بيوم وليلة، يعني بعد سياسة عيلة الحاج جابر بشكل عام، إنهم ما يردوش ولا يطلعوا سلبيات أبدا. بيوم وليلة نلاقي العيلة دي حالها انقلب رأسا على عقب. نلاقي حمدي على حد القول، عشان برضو نكون حقانيين، ان حمدي ما تكلمش عن محمد بشكل مباشر في البداية. حمدي بدأ يلقح على محمد بطريق غير مباشر، ما كانش حد يقدر يفهمه إلا اللي يعني بيفهم ما بين السطور. ولكن حمدي لو شفنا فيديوهاته كلها، ما فيش ولا فيديو عليه على اليوتيوب طالع بيحكي القصص، غير لما محمد طلع وقرر ان هو يتكلم ويقول ان هو بيقول عليا كذاب وبيقول عليا غبي وبيقول عليا مراتي مش حامل والكلام ده. وبدأ محمد يطلع يتكلم في فيديو. من هنا حمدي بدأ بقى يتكلم ويرد من خلال الاستروهات بشكل مباشر. ولكن في البداية لازم نشهد شهادة حق إن حمدي كان بيلقح بطريق غير مباشر، وعلى حد قوله إن أنا كنت بنقذه، لأنه لو كان عمل اللي عمله ده في الإمارات وإن هي حامل وولدت ومات كان هيتعرض للسجن. يعني أنا أنقذته بأي شكل من الأشكال. ده كلام حمدي. ولكن نشوف محمد يقول يعني أنا كنت بعمل فيديوهات، ويعني حتى لو أنا غلطان، لو أنا كدبت، لو أنا عملت، ما كانش من حق حمدي يطلع على العلن يتكلم بالشكل ده. لكن نشوف حمدي يقول برضو أنا ما طلعتش حاجة على العلن، أنا كنت بتكلم من طريق منتديات بطريق غير مباشر، هو اللي طلع وهو اللي اتكلم وهو اللي يعني هيج الناس عليا. طيب سيبنا من الكلام الطويل ده ونيجي نقول ان محمد قرر خلاص بقى انه يخرج من الازمه دي ويطلع يعترف للناس بخطأه، بعد ما الناس كلها كانت معتقده ان هو بقى هيقول انها لا كانت حامل وولدت وان الولد مات، وزي السيناريو اللي كل الناس كانت منتظراه. ولكن محمد فاجئ الناس كلها بعكس كل الكلام اللي الناس كلها كانت متوقعاه. والنقطه اللي محمد عملها يعني على قد ما فيها حاجه كويسه على قد ما فيها حاجه وحشه، ان هو ما استمرش في الكذبه، ان هو طلع اتكلم وقال ايوه يا جماعه انا غلطت وانا كنت عملت حاجه غلط، ويعني كنت عاوز اعمل فيديو، وبدا يقول كلام بقى في كلام وفي شبه صح وفي كلام غلط. ولكن اللي جنن حمدي بقى ان محمد قال ان حمدي هو اللي كان قايل لي اعمل كده. منين يا جماعه حمدي كان قايل له يعمل كده؟ ومنين حمدي هو اللي بدأ يلقح عليه؟ منين حمدي هو اللي قايل له كده؟ ومنين حمدي يعني بدأ يقول ان احنا مش من سياستنا ان احنا نكذب وان احنا نشوه سمعتنا، والناس كلها عارفه عندنا المصداقيه وعارفه عننا ان احنا ما بنكذبش؟ ازاي نطلع بقى يعني نعمل زي ما القنوات اللي كانت بتطلع بقى زي جبس مصر ومعرفش مين وكده؟ محمد مش بيخص نفسه بس، محمد بيخص العيله كلها، وبكده يقولوا ان احنا كدابين وبكده يقولوا ان احنا بنكذب ومش عارفه ايه، ومتابعينا بعد كده مش تصدقنا وكلام. ده كان وجهة نظر حمدي. ولكن لما محمد حب بقى يطلع المتابع ويعترف ليه، ما حبش ان هو يخرج كده ويسيب لحمدي الموضوع، لا دبس حمدي معاه وقال حمدي هو اللي كان قايل لي على الموضوع ده، وحمدي هو كان عارف من البدايه، هو اللي كان مساعدني، هو اللي قايل لي لما ولقت تشيل الكمامه لازم تجهز بقى حاجه جديده عشان يعني ايه تعمل من خلالها فيديوهات. وانا ما لقيتش، طبعا انا في الغربه لوحدي، ما لقيتش غير موضوع ان انا اقول مراتي حامل. ولكن محمد بقى بدأ يقول لا اصلها كانت حامل وما حصلش نصيب وانا ما رضيتش اقول لكم، فاستمرنا في الموضوع، ولكن يعني ما كناش عارفين بالنهاية نعمل ايه.
بالنهاية الموضوع اتلعبك بشكل كبير، وعلى حد حمدي انا نصحته اكتر من مرة، ولكن هو حب يكمل في الفيديوهات وحب يكمل في الكذبة، ولكن مفيش كذبة هتفضل 7-8 شهور، يعني كذبة. طلع طبعا محمد امبارح قال كلام صعب كان بالنسبة محمد امبارح، وقال بقى وقلب الموضوع كله على حمدي. حمدي طلع يقسم بالله ان كل الكلام ده غير حقيقي، وان هو ملوش دعوه، وهو ما كانش يعرف حاجه عن موضوع الحمل. هو شك في محمد، وانه كل بدايه زعله من محمد انه بيعاير اخوه بالشكل ده، وانه ما كانش بينه وبين محمد اي خلاف بسبب غير ان هو عاير اخوه، وان هو اخد القناه من والدته وقهرها والكلام بقى اللي والدته كانت بتحكي له، اخد الذهب مني، عمل مش عارفه ايه. فهنا يعني حمدي بقى جواه يعني شحنة غضب من محمد بسبب كلامه عن الحمل ومعايرته لاخوه، وكلام والدته ليه انه اخذ القناه مني، وانه سافر الامارات ووالدته زعلانه منه. فكل ده تسبب بشحنة غضب عند حمدي. ف فان حمدي امبارح طلع منهار ان محمد كذب من وجهة نظره، وان محمد يعني اتبلى عليه بالكذب، لدرجة ان حمدي ما قدرش يقاوم واتقهر، وتم نقله المستشفى، ضغطه عالي، السكر عالي، تم نقله في عربية اسعاف، وطلعت وفاء طبعا وهي بحالة انهيار بتدعي على محمد وعلى زوجته، وقالت منكم لله حمدي بيموت في المستشفى، وبدأت انها يعني تطلب من الجمهور الدعاء لحمدي، لأن الطبيب قال لها إن حمدي للأسف بحالة حرجة ووضعه غير مستقر. وبدأت وفاء بحالة انهيار شديدة جدا من تدهور وضعه الصحي لحمدي، إنها تخرج عن صمتها، وإنها تتكلم على محمد بطريقة مش كويسة، وتحاسبن عليه هو وولاء، وإن حمدي كان داعم ليهم، وإن حمدي مش مؤذي، وإن حمدي عمره ما عمل حاجة وحشة، بل إن هو اللي قدم ليهم الخير، وهو اللي فتح ليهم باب الرزق ووقف معاهم بشكل كبير، والآخر دي يكون جزاؤه. مش بس كده، لقينا ان عيلة الحاج جابر كلها، لقينا ان الكل يعني الحد وصل لحد دكتور يحيى وحسن والحاجة، والكل طلع يتكلم ويقول ان فعلا محمد يعني غلطان، وان حمدي فعلا انسان كويس، وانه وقف معاهم كلهم وعمره ما عمل حاجة وحشة، وانه حمدي يعني للأسف ما لقاش شكر ولا لقى حاجة كويسة من محمد غير الاتهامات الباطلة. ولذلك حمدي ما قدرش يستحمل الكذب والصدمة ان هو يتبلى عليه بالشكل ده ويسوق سمعته ويهيج الناس عليه. فحمدي وقع واغمى عليه، وتم نقله للمستشفى بحالة حرجة. بالنهاية ربنا يشفي حمدي، وربنا يهدي الحال ما بينهم. للأسف يعني عيلة الحاج جابر انقلبت رأسا على عقب. المتابعين مش مصدقين ان هي دي العيلة، هي دي الناس اللي احنا كنا بنحبهم، يطلعوا يعملوا في بعض كده. بدأ البعض يقول حق ابو زياد، ولكن ربنا يهديهم يا رب، ونطلع نشوفهم تاني زي الأول، زي ما كنا بنشوفهم دايما صورة مشرفة لليوتيوبر المصريين. لكن للأسف اللي احنا شايفينه بقى شيء صعب جدا. بالنهاية ربنا يشفي حمدي، وربنا يهدي الحال ما بين محمد وما بين حمدي، ويبعد عنهم الشيطان يا رب، ويهديهم لبعض. هستنى تعليقاتكم. تحياتي، بحبكم في الله.